فضيله الشيخ الحجاج بن يوسف عايزين ندي الثقفي زي الفرصه. ما كل مع انه ظالم ماشي. طيب لا ظالم يا جماعه لا يا جماعه انا ذكرت انه كان ظالما، لكن حتى لا يظن الناس ان انا بدافع عن الحجاج. طيب انا بدافع عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي قال هذا الكلام ام لا؟ ما انا بقول لحضرتك قاله. طيب استاذن سيادتك يا استاذ احمد، هنخليه يكمل كلامه وحضرتك ليك الحق في النبي ما ذكرش الحجاج بن يوسف. اتفضل يا فضيله الشيخ سيد. خالص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر على وجه اليقين، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم الحجاج بن يوسف الثقفي في اي حديث كان. طيب ما بقول لحضرتك موجود لم يذكر، بص لم يذكر في حديث ثابت، ولذلك انا قلت لابد ان يؤخذ الكلام من السنه الصحيحه. تمام، اكمل يا فضيله الشيخ. طيب مساله الايام هل هي مجازيه؟ نعم. ولا هي كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المتعلمين وغير المتعلمين. يبقى بيخاطب الكل، يبقى الموضوع على حقيقته. يبقى الايام اليوم كسنه، واليوم كشهر، واليوم كجمعه او كاسبوع، وبعد ذلك كباقي ايامكم. نعم. قد يكون فيها المساله مش المجازيه، قد تكون نسبيه. مساله الايه؟ النسبيه في الاحساس بالايه؟ بالوقت. لكن مساله مش كل واحد هيبقى عارف القاعده بتاعت اينشتاين، مساله النسبيه لاينشتاين يعني. نعم. انما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكل، فيبقى بيخاطبهم بما يعلمون، والناس تعلم الايام بتحسب ازاي والساعات بتحسب ازاي. نعم. دي حاجه. مساله هل هو موسى السامري؟ بيقول ان هو السامري موسى، اللي هو موسى السامري. نعم. من الذي قال؟ ده امر غيب. ده امر غيب. مين اللي عرفني ان هو موسى السامري؟ مين اللي عرفني؟ فين النص اللي قال كده؟ فاين القران والسنه الصحيحه اللي تقول ان الدجال هو موسى السامري؟ تمام. مفيش. ما قلتش موسى. لا هو اسمه موسى السامري. هو السامري الشخص موسى نبي ورسول، لكن السامري شخص مختلف. خلاص مش هو اسمه موسى السامري بالمناسبه يعني. سيبنا من موسى، خليه السامري. فين؟ عمرنا ما سمعنا في الاحاديث. خلاص خلينا، مش هي دي القضيه. السامري ليس هو السامري، ليس هو السامري. اللي يقول ان هو السامري مطالب بالدليل. فمن اين اتيت انه السامري؟ ما انا قلت فقال بصيرت بما لم تبصروا به، ما لهاش اهو الدليل اهو. تمام. فقبضت قبضتها من اثر الرسول فنبذتها. ما هو اثر الرسول؟ هو سيدنا جبريل اخذ الاثر بتاع الرسول، هو ده اللي بيعمل بيه المعجزات دلوقتي والتقدم التكنولوجي. هو لا استنى، انا وده سؤالي. انا سؤالي عرفت الكلام ده منين؟ ما بقول لك هو ده اللي لا هو ده الدليل. شيخ سيد في دلائل ثانيه كتير. لا هو ده دليل اصلا. شيخ سيد بيقول ان هو راح امريكا او هو في امريكا والمانيا. الله يكرمك. الله طب عايزين نتكلم في امريكا. انا عايز لابد ان يكون في دقه في الدقه. طيب. فين؟ انا بقول دلوقتي عرفت في ادله كثيره. فين؟ بس هو بس بستمع ليه، هرد عليه دلوقتي. ذكرت الايه فضيله الشيخ حضرتك حضرتك حاجه نقطه صغيره، قلت لك الحديث ده فين؟ يعني حاجه مبدئيه بيدرسوها في الازهر، ما عرفتش يا جماعه. لا ما عرفتش. لا ما عرفتش. لا فين؟ قلت ما اعرفش. انا قلت ما اعرفش. طب موجود فين؟ راجع بقى. لا هو قال. طب الحديث فين؟ ما بقول لا. طب اللي بقول لك انا بقول لك يعيدوا تاني. يعيدوا تاني قدام الناس. الحديث موجود فين؟ انا بعيدك سؤال تاني اهو. انت بتقول قلته الحديث موجود فين؟ لك عندي ان اقول لك صح ولا غير صحيح. لا هو خليه هو زي ما قال. اقول لك انما انت حضرتك قلت لي موجود في قلت ما قالش مسلم، لان في حاجات ابو هريره كتاب البخاري ومسلم حضرتك قلت ما قالش بس هو قال. لا انا اقصد ده المفروض بيدرس. انا اقول لك حاجه تقول لي ابو هريره. لا استنى، انا مش التشغيب ده. خلينا يا جماعه الحديث ده موجود في البدايه والنهايه الجزء السادس فصل حديث النبي بين يدي الساعه. ايوه ها البدايه والنهايه ماشي. الجزء السادس ماشي. الحديث ده موجود. ايوه اقرا بقى الكلام اللي موجود. حضرتك ما رضيتش عنه. لا اقرا الكلام اللي موجود. فهو البدايه والنهايه كتاب حديث. المبدا الاساس البدايه ما يعرفش موجود فين. ما يعرفش موجود فين. لا استنى. البدايه والنهايه ده كتاب حديث. البدايه والنهايه. رد عليا. طب معلش رد على ده كتاب البدايه والنهايه. ده كتاب حديث. كتاب ايه؟ كتاب حديث. في احاديث. كتاب سنه. لا ما تخرجش. لا هو البدايه والنهايه لما ترجع تتكلم في التفسير تجيب كتب التفسير. امال كتاب ايه؟ في التاريخ ده كتاب تاريخ. كتاب تاريخ فعلا. ده كتاب تاريخ. انا بقول لك الحديث ذكر في البدايه والنهايه. البدايه والنهايه مش كتاب انا ما قلتش البخاري ومسلم. انا بقول لك موجود فين، ما ردتش عليا. انا ماليش دعوه بخاري ولا مسلم، انا بقول لك مسكوف فين. طيب هو بيقول لك يا استاذ احمد البدايه والنهايه مش ده مسكوف في احاديث الرسول. انا ما قلتش حديث. انا بقول لك مسكوف فين. طب وده مذكور فين؟ ما هو في احاديث الرسول. يعني جيب لي حديث مكتوب في جريده وتقول لي ده موجود. البدايه والنهايه مسكوف في احاديث الرسول. مين اللي قال كده؟
في حديث ايوه ده حديث. وانا قلت لك البخاري ومسلم، انا بقول لك الحديث ده مذكور فين، سواء بقى البدايه والنهايه ولا البخاري ولا مسلم، انت ما عرفتش. فانا دلوقتي بقول لك البدايه والنهايه، اجي اقول للناس البدايه والنهايه بتذكر ايه؟ ذكر احاديث الرسول. البدايه والنهايه ليست ما بتتكلمش عن ميكي ولا سمير ولا بطوط، لا بدايه والنهايه حتى يا استاذ احمد لو كتاب ثواني حتى لو في احاديث، استنى حضرتك معلش، حتى لو في احاديث فهو كتاب تاريخ. ما كتب الادب فيها حديث، نعم، لكن اما اجي اخرج حديث واعرف الحديث ده بسنده، ما هي فين في البدايه والنهايه؟ لا مش البدايه يا جماعه، عايز سنده؟ لا اجيب لك سند اهو. ما البدايه والنهايه هتذكر الاحاديث بسندها. ماشي، لسه هطلعه من النت يا استاذ احمد. لا اهو موجود. خرج صحيح ولا ضعيف؟ انت هتخرج لي من حاجه. لا مش هخرج. اول حاجه سبق اهو البدايه والنهايه. ايوه اقرا. وثبت في الصحيحين، ده البدايه والنهايه اللي بتقول. ما البدايه والنهايه مش هتذكر احاديث مغلوطه، جواها هيذكر السند. مين اللي قال لك ابن كثير بيعلق على ما البدايه والنهايه الجزء السادس. جوه البدايه والنهايه بيتكلم. وثبت في الصحيحين عن ابي هريره وعند مسلم عن جابر بن سمره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بين يدي الساعه 30 كذابا دجالا كذا كذا كذا. ماشي كمل بقى. ثبت عن الصحيحين. كمل ثبت عن الصحيحين. كمل يا حبيبي. لا كمل. انت طلعت ليه؟ كمل على نقطه. كمل بقى البدايه والنهايه جواها حديث. طب كملوا هو ريح الشيخ نسبوا للصحيحين. النقطه الثانيه بقى نسبوا للصحيحين. كمل لي يا جماعه مش هخرج الا لما اطلع النقطه دي. لا في كذا نقطه. احنا كده هنطلع من البرنامج. المشاهد دلوقتي مش عارف ياخد المعلومه صح. لا انا واقف عند المعلومه. إيه؟ الحديث في الصحيحين. لا ابن كثير نسب الصحيحين ماشي في الصحيح. انا بقى مش ده تعليقي، انا عايز اعرف الحجاج بن يوسف مذكور في الروايه اللي انت ذكرتها. هو ده اللي انا عايز اعرفه. قول له اتحدى اي واحد في العالم ان يجيب الحديث ده موجود فين ويكون ثابت. لا مش انت قريت دلوقتي وما كملتش. كملوا. انا خرجت بقى موجوده، انا بقول لك لا خرجت تدخل تاني. طب ندخل تاني معلش. النقطه الثانيه، فضيلة الشيخ اتفق معايا في حاجه في الحلقات السابقه كان دايما عليها اختلاف. طب ما ندخل تاني ونشوف عشان الشيخ بحيي فضيلة الشيخ الريب المطلق الحلقات اللي فاتت والريب النسبي انا قلتها والناس اعترضتني. فضيلة الشيخ اتفق معايا في النقطه دي ان يوجد ريب مطلق لم يطلع عليه احد، ولكن يوجد ريب نسبي هي الامور اللي احنا بنشوفها بعين الفلك. لان ده مش موجود في الحديث. اتفق معايا في النقطه دي. طيب معلش، الشيخ بيقول ان هو الكلام ده الحجاج بن يوسف مش وانا بقول موجود في الحديث. طيب لا البينات على من ادعى والدليل على من انكر. لا انت هات البينات. انت اللي تقول الدليل على من انكر. انت اللي جبت دليل. طيب لا نخرج من الدليل على من انكر. لا البينه على المدعي، يبقى الدليل على من انكر. انت اللي انكرت هات الدليل. هتلخبط القاعده الشرعيه. ليه ما البينه على المدعي واليمين على من انكر. والدليل على من انكر. لا مش الدليل، واليمين على من انكر. واليمين معانا مالكش عندي الا اني احلف بقى. طيب معانا مداخله تليفونيه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. والله بس هو تعليق صغير على كلام طب علي صوتك شويه. طيب تعليق بس على كلام الاستاذ. هو بيستشهد بحديث والشيخ بينفي الحديث او بينفي نص الحديث الثاني يعني. فهو بيقول لي الشيخ عمال يعني هو ساب الحديث وساب الاصل كله وبيكلم الشيخ هو الحديث مذكور فين. ولما اتكلم على الحديث مذكور فين قال له انه مذكور في البدايه والنهايه. البدايه والنهايه مش كتاب حديث. ما انا قلت ان جوه مذكور ثبت في الصحيحين. حضرتك انت فرصه لحد يتكلم، انا هقول مداخلتي وامشي وبعدين قول اللي انت عايزه. طب اتفضل. البدايه والنهايه ده كتاب تاريخ حضرتك زيه زي اي كتاب روائي كتاب ادبي بيستدل بحاجات بيستشهد بحاجات وفي اخر الكتاب بيحط لك المراجع. بيلاقي المرجع النقطه رقم كذا من المرجع بتاعها كذا. هتلاقي بقى عندك حضرتك لو عندك البدايه والنهايه قريته زي ما بتقول بص في المراجع بتاعته او في هامش الصفحه هتلاقي ذاكر لك الحديث ده هو جايبه منين باختصار يعني. فانت ما تمسكش في النقطه دي او تقول له هو موجود في كتاب ايه ومش في كتاب ايه. هو مش كتاب في مقرر دراسي يعني. عموما يعني تصحيح لمعلوماتك ان البدايه والنهايه ده مش كتاب حديث ده كتاب تاريخ. فانت استشهدت بدايه تاريخ في احاديث. ثانيه واحده حاجه كمان بالنسبه للغيب المطلق والغيب النسبي ماشي. حضرتك انت كنت ادعيت قبل كده على ذكر الحلقات القديمه بقى ان انت تعرف ان ممكن تعرف الواحد هيموت امتى. طب الواحد هيموت امتى ده ما هو ده غيب بتاع ربنا. حضرتك استشهدت بالايه وما تدري نفس متى تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. وقلت ان لا تدري نفس متى تموت. طب ما متى تموت دي برضه بتاعت ربنا مش بتاعت حد. ما حدش يعرفها غير ربنا. تمام شكرا لاتصالك. مع الشيخ سيد معلش جاوب لنا كده على الكلام في ايوه انا ما زلت مصر في المداخله. المداخله من كلام يعني اظن كرر يعني الكلام اللي حضرتك قلته بلاش كرر اكد على ما قلت لان دي مساله معروفه اصغر طالب علم عندنا عارفها. تمام اصغر طالب علم متخصص يعرف ان البدايه والنهايه نص الحديث. لكن الحديث مش نص الحديث هو الحديث كله كده بس. تمام اللي هو لحد 30 كذاب. تمام بس بعد كده ما فيش اسماء حد خالص. كبائل هو بص البينه بقول لك البينه
قاعده دايما كده معروفه. تمام. البينه على المدعي واليمين، اليمين تمام. مش الدليل، لان البينه هو الدليل. البينه على المدعي واليمين على من انكر. تمام. طب انا هحلف على ايه؟ مستعد ان كنت احلف. طيب هستأذن سيادتك قبل ما يجاوب الاستاذ احمد. معانا الحاجين الاستاذ بقول لك انس. أيوة، معانا الاستاذ انس مداخله تليفونيه. اتفضل يا استاذ انس. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. علي صوتك يا استاذ انس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. حضرتك احنا يا ريت حضرتك الشيخ اللي بيتكلم حضرتك يهدى شويه، وما ينفعش الاسلوب اللي هو بيعمله ده. احنا بنتناقش، ما يزعقش. تمام. والاستاذ الثاني حضرتك ده اسلام مش جر شكل، ما ينفعش كده. احنا حضرتك الغرب اللي بيتفرج علينا بيقول لك ادي المسلمين، وشويه شويه حاسس ان هم يقوموا يتخانقوا. تمام. اتفضل قول سؤالك يا استاذ انس. تمام، وصلت فكرتك. اتفضل قول سؤالك. لا حضرتك انا بقول كده، حضرتك اللي بيتفرج علينا بره تمام شويه. تمام. ما ينفعش كده. تمام. نشكر الاستاذ انس. احنا قلنا في اول الحلقه طبعا. تمام، احنا قلنا في اول الحلقه لازم يكون عنده طبعا. عنده حق. انا انفعلت زياده فهو عنده حق في اللي قاله. بس برضه قال الاستاذ احمد، قال له احنا بنتكلم في اسلام مش بنتكلم في اي حاجه ثانيه يعني. نعم. حلو جدا. طيب اتفضل يا استاذ احمد. وانا استجابه للمشاهد ساحتفظ بعدم الانفعال. تمام. كتاب البدايه والنهايه ارجع اقول مش كتاب البدايه والنهايه، ده كتاب بيدرس الا ان جواه محتواه احاديث عن الرسول، وانا قلت ثبت في الصحيحين. سيبك من عنوان الكتاب التايتل، لكن تحتيه جواه مكتوب ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم عن جابر بن سمره الى اخره كذا. طيب جاب ده بالعكس، ده اولى انا سؤالي محدد. بيدرس للطلبه، مش هندرس للطلبه. مصر ام الحضاره وبلد الاسلام ومنبع الاسلام، مش هندرس للناس الا الصحيحين عن البخاري ومسلم واحاديث الرسول الصحيحه. طيب دلوقتي سؤالي محدد. في البدايه والنهايه موجود فيه الحجاج. انا متاكد. لا مش موجود. طيب موجود ومش موجود. الدليل على من انكر. المشاهدين لو في حد عايز يتواصل معنا يتصل بينا او ممكن يتواصل معنا من الارقام اللي ظاهره على الشاشه. طيب الكائنات الفضائيه معلش استنى الله يكرمك. طب قبل موضوع الروح لا طب الروح ندخل في الروح. الروح بتنتقل من حد للتاني. نعم. الذي يقول هذا يعني يقول كلام يعني عكس ما قاله الله عز وجل تماما. نعم. مسألة الروح لا يمكن لأحد أن يصل إلى قول فيها، لأن التحدي الله عز وجل في القرآن موجود إلى يوم القيامة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالتحدي سيظل قائما. نعم. مسألة الروح ستظل فيها، سيظل التحدي فيها قائم. لن يعلم أحد عن حقيقة الروح وأين تذهب، ومحدش يعلم شيء عنها تماما. يبقى حضرتك تجيب لي منين الروح؟ ده مسألة غيبية. عشان تقول لي الروح انتقلت من هنا لهنا وده أمر غيبي، من أين جئت به؟ لا يمكن تأتي بتجربة معملية، ولا يمكن أن يكون فيها تخمين. لابد أن يكون فيها قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أين أتيت إن الروح بتنتقل من هنا وانتقلت للدجال من مين ومن مين؟ لا، من أين أتيت بها؟ تمام. اتفضل يا فندم. التجسد ده جبته منين؟ حضرتك جبته منين؟